بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الايس كريم بطريقه سهله وسريعه ومكونات اقتصاديه، وان شاء الله يكون موجود عندنا في كل بيت. هقول لكم على الطريقه السريه لعمل الايس كريم بتاع ماكدونالدز، ويطلع معانا حلو وطعمه جميل جدا، ويكون معانا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتوا عارفين الصيف دخل والجو بقى حر وصيف يعني ايس كريم. انتوا عارفين ولادنا مخلصين فلوسنا كلها على الايس كريم في الصيف ده، وكبير وصغير بيحب الايس كريم، ما بنقدرش نستغنى عنه. هقول لكم على الطريقة وجربوها معايا وان شاء الله تعجبكم. نبدأ الوصفة بتاعتنا. معايا هنا هجيب حلة لاني هرفعها على النار، هحط فيها كوبايتين من الحليب او اللبن. طبعا احنا عارفين ان الدول العربية بتقول على اللبن حليب، احنا عندنا في مصر بنقول عليه اللبن. هحط عليه كوبايتين، وهنزل عليهم بكيس واحد من الكريم كراميل، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الكريم كراميل يدوب مع اللبن. ده كله انا بقلب على البارد. بعد ما الكريم كراميل داب كده اهوت، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من العسل النحل، ولو متوفر عندكم عسل جلوكوز تقدروا تحطوا منه معلقة وتستغنوا عن معلقة العسل النحل، بس انا ما كانش عندي فحطيت معلقة من عسل النحل. هدوبها كده كويس جدا مع الكريم كراميل واللبن، وبعدين ارفعهم بقى على النار على درجة حرارة متوسطة جدا. يعني نهدي النار خالص عليها ونفضل نقلب فيها لحد ما توصل معانا لدرجة الغليان. شايفين بعد ما تبدأ تغلي معايا كده اهوت، هسيبها بقى 10 دقايق. ده كله على نار هادية، ومش هسيبها خالص، انا طول ما انا واقفة بقلب فيها. خلاص كده انا اتأكدت ان العسل داب والكريم كراميل دابوا خالص مع الحليب. هبدأ بقى ارفعهم من على النار واصبهم في طبق، واسيب الخليط دوت خالص يبرد تماما، وبعدين اغطيه وادخله الفريزر لمدة ساعتين. لازم يبرد تماما، يعني لازم يبرد الاول وبعدين هغطيه كده هوت كويس، وادخله بقى الفريزر ساعتين. طبعا لو مش مستعجلين عليه تقدروا تسيبوه بردك ساعتين تلاتة، بس انا سيبته ساعتين بس. بعد ساعتين هيوصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكون بقى مجهزة معايا هنا هو كيسين من كريم شانتيه. يا ريت لو انتوا ما بتحبوش اللي يكون الايس كريم مسكر قوي، هاتوا حطوا الكريم شانتيه غير محلى. هنضربهم بقى كويس جدا مع بعض بالمضرب الكهربائي كده. هنفضل نضرب فيهم تقريبا مش اقل من 10 دقايق لحد ما يوصلوا معايا لكريم قوامي ناعم، والكريم شانتيه يكون اتضرب كويس جدا مع الحليب والكريم كراميل. هوريكم شكله دلوقتي لحد ما شايفين شكله بقى عامل ازاي. وصل معايا للشكل دوت والقوام ده. تقريبا اخد معايا ضرب تقريبا 10 دقايق. بعد ما يوصل معايا للشكل ده، هساوي بقى الطبق. شايفين قوامه عامل ازاي، كريمي ناعم خالص ازاي. هساوي بس كده الخليط بتاعي، وبعدين هغطيه مرة تانية وادخله الفريزر مرة تانية يقعد في الفريزر برضك ساعتين. خلاص كنت دخلته الفريزر وخرج بعد ساعتين. ده شكله بعد ساعتين. هجيب المضرب الكهربائي واضربه مرة تانية. احنا ده كله عايزين ننعمه عشان نوصل للدرجة او القوام بتاع ماكدونالدز بالظبط. هفضل شايفين هو قوامه عمال يتقل ازاي. هنفضل نضرب فيه كده هو 10 دقايق كمان. هوريكم دلوقتي المطة اللي هتكون في الايس كريم والشكل بتاعه. شايفين وصل اخد بقى المطة ديت والشكل الكريمي الناعم خالص ده. هنبدأ بقى نجهز
معايا كيس حلواني او كيس تلاجة او اي كيس عندكم تقدروا تستخدموه. انا جبت هنا ده ما كانش متوفر عندي الكيس الحلواني فاستخدمت كيس تلاجة عادي. هنزل فيه الايس كريم وهبدأ اجهز معايا الكوبايات او الكاسات اللي هحط فيها الايس كريم، وفتحت فتحة صغيرة من الكيس وهبدأ بقى انزله باي شكل في الكوبايات بتاعتي. اي شكل انتوا عايزين تعملوه اعملوه. بجد والله كان طعمه حلو جدا وطريقة اقتصادية وسهلة جدا واحنا عاملينه في البيت. طبعا حاجة نظيفة وعاملينها بايدينا، وانتوا عارفين الايس كريم كلنا بنحبه وما نستغناش عنه. عايزة اقول لكم يعني الكمية اللي انا عملتها ديت عملت تقريبا 8 كاسات او 8 طباق من بالشكل اللي احنا انتوا شايفينه ده. يعني الكمية دي عملت لي 8 كوبايات. ده كده كان شكله في الاخر. طبعا نقدر ناكله كده، بس انا كان عندي صوصات حبيت احطها كده على شكل الايس كريم عشان ندي نفس الشكل ونفس الطعم اللي بنجيبه من ماكدونالدز. حطيت هنا صوص فراولة ومعاها صوص شوكولاتة كمان، وهحط كمان صوص كريم كراميل. طبعا تقدروا لو نوع واحد بس موجود عندكم تقدروا تستخدموه. انا حبيت اعمل نفس الشكل ونفس الطعم اللي احنا بنجيبه من ماكدونالدز بالظبط عشان ولادنا يقتنعوا بيه. وخلاص هنا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. جربوها وقولوا رأيكم فيها وإن شاء الله تعجبكم، وبإذن الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.